في الفيديو بتاع النهارده هشرح لك اسهل طريقه تقدر تنقل بيها الملفات والصور من الموبايل بتاعك للتابلت بتاع الثانويه، سواء كان تابلت اولى ثانوي او ثانيه ثانوي او اي تابلت عموما. وكمان جدعانه مني كده فهقول لك على اسهل طريقه تقدر تفتح بيها جوجل ويوتيوب وكل المواقع على التابلت بتاعك، علشان ما تضطرش ان انت تتفرج على الشرح بتاع المساتر على اليوتيوب على الشاشه بتاعت موبايلك الصغيره، فهتعمل كل ده على التابلت بتاعك اللي هو شاشته كبيره. بس الاهم بقى من كل ده ان انت لو اول مره تشوفني على اليوتيوب فانزل دلوقتي حالا اعمل سبسكرايب، لو على كده لايك كومنت فولو على انستجرام سيبلي تحت في الديسكربشن، خش كلمني هناك على طول وانا برد على كل الناس. ويلا بينا نبدا. قبل بس ما اشرح اي طريقه من الطرق اللي انا هقول لك عليها في الفيديو بتاع النهارده، عايز اقول لك ان الطرق دي هتكون امان بنسبه 100%، وزيد التاكيد كمان على الموضوع ده فعايز اقول لك ان انا هشرح كل الطرق دي على التابلت بتاع الثانويه بتاعي اللي انا هخش بيه الامتحان في اخر السنه، فانا من المستحيل ان انا اضر نفسي، وكمان من المستحيل ان انا اطلع اعمل لك فيديو علشان اضرك بيه. فلو انت وصلت بقى للحته دي من الفيديو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب، فانزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا في شرح اول طريقه. اول حاجه هتعملها ان انت هتنزل تطبيق شيرمي، وهسيب لك لينك تحميل البرنامج ده موجود تحت الديسكربشن، وكمان في اول كومنت روح اعمله من تحت على طول علشان ما تروحش بقى تنزل تطبيقات ثانيه والطريقه ما تنفعش معاك. المهم ان انت بعد ما تنزل تطبيق شيرمي فهتفتحه كده بكل بساطه وهتديله كل الصلاحيات اللي هو عايزها، تمام. واول ما تفتحه كده فهتلاقي ان الواجهه بتاعته بسيطه جدا جدا ومش محتاجه اي تعقيدات. هتروح كده على طول على الثلاث خطوط اللي موجودين فوق هنا كده على اليمين او على الشمال على حسب لغه الموبايل بتاعك، تمام. هتضغط عليهم كده وهتلاقي في خيارات كتير بتظهر لك، احنا اللي هيهمنا الخيار التاني اللي هو ويب شير. هتضغط كده بكل بساطه على خيار الويب شير اللي هو الخيار التاني ده، فهتلاقي الواجهه دي بتظهر لك، فهتضغط على كلمه شير. على طول بقى هتروح على القائمه التانيه اللي هي دي علشان تبحث عن البي دي اف اللي انت عايز تنقله من الموبايل بتاعك للتابلت بتاع الثانويه، فهنروح كده نبحث على كلمه بي دي اف، تمام. واول ما يظهر لنا بقى البي دي اف اللي احنا عايزين ننقله فهنضغط عليه كده ونعلم عليه بكل بساطه، وبعدين هيظهر لنا كلمه سند، فهنضغط كده على سند فهيظهر لك الواجهه دي بيكون مكتوب فيها شبكه نت والباسورد بتاعها، ولازم تكتب نفس الارقام دي بالظبط على التابلت بتاع الثانويه. فبكل بساطه كده هنسيب كده الموبايل على جنب ونروح نفتح بقى التابلت بتاع الثانويه. فاول ما تفتح التابلت بتاع الثانويه هتنزل كده تحت شويه وتروح على الاعدادات بتاعته، تمام. وهتضغط بقى على كلمه الواي فاي وهتقعد تعمل كده لغايه اما يظهر لك الشبكه اللي كانت ظاهره لك هنا كده على الموبايل بتاعك. زي ما انت شايف كده الشبكه اسمها دايركت كذا 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 كده، هتلاقي ان دايركت كذا كذا دي هتظهر لك هنا على التابلت بتاع الثانويه. هتضغط عليها ولازم تحفظ الباسورد بتاعها اللي هو 1 2 3 4 لحد 8، تمام. احيانا الباسورد ده بيكون صعب جدا وكميه ارقام كده وحروف ملهاش لازمه، بس لازم تكتبه بالظبط علشان الطريقه تنفع معاك. في حالتي انا كده من 1 ل 8، فهنكتب كده مع بعض الباسورد بتاع الشبكه دي 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام. وبعدين ركز معايا في الحته دي علشان ما يفوتكش اي حاجه والطريقه تنفع معاك. هتضغط على توصيل فهتستنى كده شويه لحد ما يظهر لك المسج اللي هتظهر دي كمان شويه. اول ما تظهر لك المسج دي فلازم تضغط على الاتصال دائما او الاتصال هذه المره فقط، اوعى تضغط على قطع الاتصال علشان الطريقه تنفع معاك. بصراحه انا بحب دايما وبفضل ان انا اضغط على الاتصال دائما، تمام. بعد ما تضغط على الاتصال دائما فهتفك خالص من التابلت بتاع الثانويه وتمسك الموبايل بتاعك، بعدين تضغط على كلمه نيكست، تمام. فهتلاقي بعد ما تضغط على كلمه نيكست ظهر لك الكود ده، فعلى طول كده هتسيب الموبايل بتاعك، بس قبل ما تسيبه لازم تحفظ الكود ده او تخليه جنبك كده زي ما انا بعمل، وتروح تمسك التابلت بتاع الثانويه بتاعك وتروح تفتح جوجل كروم، تمام. اول ما بتروح تفتح جوجل كروم كده فبكل بساطه هتفتح تاب جديده، لازم تكتب نفس الكود اللي موجود هنا بالظبط اللي طلع لك على الموبايل بتاعك علشان الطريقه تنفع معاك وتقدر تنقل الملفات من الموبايل بتاعك للتابلت بتاع الثانويه. في حالتي انا كده هكتب 192، تمام. تعالوا نكتب كده مع بعض 192 نقطه 168. لازم تكتب نفس الارقام بالظبط علشان الطريقه تنفع معاك. 4 9 نقطه 1 نقطتين فوق بعض، وركز في النقطه دي ان هو ممكن يكون مره نقطه ومره نقطتين فوق بعض، علشان الطريقه تنفع معاك لازم تكتب نفس الارقام، تمام. وبعدين 7007، تمام. وبعد ما تكتب نفس الارقام بالظبط اللي مكتوبه هنا على الموبايل بتاعك هتضغط على كلمه الذهاب. بعد ما تضغط على كلمه الذهاب هتلاقي الواجهه دي فتحت معاك، وبكل بساطه كده ده البي دي اف اللي احنا نقلناه من الموبايل بتاعنا للتابلت بتاع الثانويه. هتضغط بقى بكل بساطه على كلمه تنزيل، بعدين هتضغط على كلمه تنزيل وبس كده هيظهر معاك بقى على طول البي دي اف اللي انت نقلته من الموبايل بتاعك للتابلت بتاع الثانويه. وبكده احنا هنستغنى عن الموبايل بتاعنا اللي هو شاشته صغيره جدا، وهنقدر نذاكر على التابلت بتاع الثانويه اللي هو شاشته كبيره، ونقدر بقى نعمل زوم ان وزوم اوت في البي دي اف، ونقدر كمان نضغط على العلامه الزرقاء دي ونقدر ناخد نوتس بقى ونكتب اللي احنا عايزينه بكل بساطه هنا جوه البي دي اف على الشاشه الكبيره
وبس كده. انا حاسس كده نكمل الفيديو لحد هنا ولسه مش عامل لايك وسبسكرايب، انزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب، وكمان كلمني على انستجرام سيب لك لينك تحت في الديسكربشن لو انت وقفت قدامك اي حاجه في الطريقه الاولى او حتى كمان في الطريقه الثانيه اللي احنا لسه هنشرحها، فروح كلمني هناك على طول وانا مش هتاخر عليك في الرد. خلاص بقى عملت لايك وسبسكرايب، يلا بينا بقى نشرح الطريقه الثانيه. الطريقه بكل بساطه بقى ان انت هتضغط على جوجل كروم، تمام، وهتفتح علامه تبويب جديده او اللي هو علامه سيرش جديده، وهتضغط هنا كده على علامه البحث وهتكتب معايا بالظبط كده نفس الارقام والحروف دي علشان الطريقه تنفع معاك. HTTPS نقطتين فوق بعض وكمان سلاشين زي ما انت شايف كده. هنكتب نفس الارقام اللي ظاهره قدامك دلوقتي ونفس الحروف، لازم تكتب نفس الكلام ده بالظبط علشان الطريقه تنفع معاك، علشان ما تجيش تحت في الكومنتات تقول لي الطريقه ما نفعتش معايا. لازم تكتب HTTPS نقطتين فوق بعض سلاشين، بعدين تكتب الرقم ده اللي هو 134.209.250.149. لو ما كتبتش نفس الارقام والحروف دي فالطريقه مستحيل تنفع معاك. المهم بعد ما تكتب كل الكلام ده هتضغط على كلمه الذهاب، فهتلاقي ان الصفحه دي بتفتح معاك. هتقول لي انت بتضحك عليا يا تميمي؟ ارد عليك على طول واقول لك انت تعرف عني الكلام ده؟ لا طبعا يا صاحبي انا مش بضحك عليك، وبكل بساطه الطريقه في الخطوات اللي جايه دي لازم تركز معايا. هتضغط على كلمه الاعدادات المتقدمه فهيظهر لك برضو الخيار ده، هتضغط على كلمه متابعه الى الرقم اللي احنا كاتبينه غير امن. بس فك خالص من كلمه غير امن، انا سالت مهندس الاي تي اللي عندي في المدرسه قال لي ان الطريقه دي هتكون امان 100% ومفيش اي حاجه من كلمه غير امن دي بتظهر معاك وهتقدر تخش الامتحان بكل بساطه. هنضغط كده تمام وهنستنى كده شويه وهيفتح معانا صفحه الكروكسي بروكسي اللي احنا بنستخدمه عادي خالص. هتلاقي عندك هنا جوجل ويوتيوب وفيسبوك وويكيبيديا وريدت انستجرام وتيك توك وتويتر وتويتش واي حاجه انت عايز تفتحها تقدر تفتحها من هنا بكل بساطه. الطريقه الثانيه برضو هنستخدم فيها جوجل، وبكل بساطه كده هتروح على كلمه البحث وتكتب معايا الارقام دي بالظبط، وزي ما قلت لك في اول الفيديو وفي اول طريقه لازم تكتب نفس الارقام اللي انا بقول لك عليها علشان الطريقه تنجح معاك. اول رقم هنكتبه اللي هو 157 تمام، بعدين نقطه 230 نقطة 79 بعدين نقطة 247 وبعدين برضو هنضغط على كلمة الذهاب تمام، وهتستنى برضو كده شويه لغايه ما يظهر لك الواجهه دي. وزي ما عملنا في اول طريقه فانت هتضغط على الاعدادات المتقدمه بعدين متابعه للرقم اللي احنا لسه كاتبينه. وفكك بقى من كلمه غير امن، الطريقه هنا بتكون امنه جدا جدا على الجهاز بتاعك، وانا اهو بجربها قدامك وهدخل برضو بالتابلت ده الامتحان في اخر السنه. المهم هنعمل كده متابعه بقى تمام، واهو البروكسي برضو بيفتح معانا بالطريقه الثانيه. وبكل بساطه برضو عندك جوجل ويوتيوب وفيسبوك وويكيبيديا وريدت وانستجرام وتيك توك وتويتش وكل حاجه بقى اللي انت ممكن تفتحها هتلاقيها هنا على البروكسي ده. لو انت عايز بقى تفتح جوجل فهتضغط بقى كده بكل بساطه على كلمه جوجل وهتستنى كده يقعد يحمل على حسب النت بتاعك. وبرضو زي في اول طريقه لما قلت لك هتعمل سبسكرايب ولايك، لو انت لسه مش عامل لايك وسبسكرايب انزل دلوقتي هنعمل لايك وسبسكرايب وخد لك كده لفه في القناه. زي ما قلت لك برضو من شويه احنا بنعمل كميه فيديوز هنا عظمه جدا على القناه. المهم اهو بحث جوجل اتفتح معاك بالطريقه الثانيه هنا على التوالي. وبجد يا جدعان انا تعبت جدا جدا علشان اقدر اجيب لكم الثلاث طرق دول، واللي تعبني بقى اكتر من الموضوع ان انا اجيب لكم ثلاث طرق ان هم يكونوا شغالين 100% واتاكد بيهم كمان قدامكم اهو. بكل بساطه انت عندك هنا بحث جوجل هتقدر تكتب بقى عمر التميمي، تقدر تعمل بيه اي حاجه اللي انت عايزها، تبحث عن المدرسين بقى وتجيب موقع الخطه او اي موقع ممكن تذاكر بيه من خلاله على التابلت بتاع الثانويه. فبكل بساطه برضو لو انت عملت سيرش على اسمي هنا على جوجل فهتلاقي القناه بتاعتي، وعندك برضو لينك الصفحه بتاعه الفيسبوك وتيك توك. انا موجود هنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي، فلو انت عايز تتابعني فهتلاقي كل اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن. وبس كده يا جماعه كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.